السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل غدا سهل وسريع، ومش هنحتاج حلل كتير، ولا هنسلق فراخ، ولا نسلق بطاطس لوحدها، ولا الكلام ده. هنعمل في صينية واحدة صينية فراخ على البطاطس على البوتاجاز كمان، مش هنعملها في الفرن. وهنعمل جنبيها برام رز معمر. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. معايا فرخة وربع. تمام، دي فرخة وربع غسلتها كويس جدا، وخرمت الفراخ قطعتها 4/4، وخرمت الفراخ كده بالسكينة. تمام، ومعايا بصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة، ومعايا التوابل ملح وفلفل وشطة وكمون وزعتر توم بودرة وبصل بودرة ومرقة دجاج وبطاطس. دول 4 بطاطسات غسلتها وقطعتها، وغسلتها تاني وقطعتها حلقات، وقطعت بصل حلقات وفلفل حلقات. نحط كده الفلفل والبصل. عايزه تزودي جزر، عايزه تستغني عن اي حاجه في البصل او الفلفل، اي حاجه، دي بتبقى اي حاجه اختياريه. تمام كده الصينيه خلاص اهي جهزتها، احطها كده في جنب. ممكن ارش عليها شويه ملح كده، شويه ملح حلوين وشويه فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس استبعدها بقى واكمل الباقي. هجيب طبق احط فيه البصلايه، دول بصلتين صغيرين مبشورين وسط، مش صغيرين قوي، هم وسط. دول طماطمتين مبشورين. عايزه تبشري بردك هنا فلفلايه ممكن تبشري. هنزل بقى بكل التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومرقه الدجاج اهي. هنزل شويه خل، معلقه خل ومعلقه زيت، معلقتين زيت، وهقلب بقى كل التتبيله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. التتبيله دي بقى ان انا هتبل بيها الفراخ. ممكن تحطي معلقه صلصه، ممكن تحطي معلقه بابريكا، انا هحطها بس هحطها مع التوابل بس اهي. معلقه بابريكا، قلبها كويس جدا، ممكن تدعكيها بايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص قلبتها كويس جدا بالشكل ده. اجيب بقى الفراخ واجيب طبق عشان اتبل الفراخ. احط جزء كده هنا واتبلها. احاول ادخل التتبيله الحلوه دي جوه الاخرام اللي انا مخرماها للفراخ، وجوه الجلد كده. مش اسفه على البهدله دي. تمام، وتروحي حاطه في الفرخه كده، واروح حطاها في جنب اهو، واخد القطعه اللي بعدها الصدر اهو، احط في الاخرام اللي انا مقطعاها دي اللي مخرماها جوه الجلد، ونحط هنا كمان تتبيله كويس جدا. تمام، هكمل بقى بقيه الفراخ بالطريقه دي. هتبلها من الاخرام ومن جوه الجلد بتاعتها، الاخرام اللي انا جوه الجلد كده، وارجع لكم اقول لكم نعمل ايه تاني. صلي عليه افضل الصلاه والسلام. انا كده خلاص تبلت الفراخ التتبيله الحلوه دي اهي. هبعدها كده
بقى شويه تتبيله هروح ايه منزلاها على البطاطس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تتبلي البطاطس زي ما انا تبلتها بملح وفلفل وزعتر اللي انت عايزاه تحطيه على البطاطس. واروح بقى جايبه الفراخ كده بالطريقه الحلوه دي، واروح حطاها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، رصها كده على البطاطس. بالشكل الجميل ده. وهي تتبيله اتبقت هروح احطها لها بس كده. كده ايه تبقى صينيه البطاطس خلاص جاهزه على السوا على طول. احطها على البوتاجاز، بس انا هسيبها في التلاجة تتبل شويه، تاخد وتدي مع بعضها كده في التتبيله. اسيبها في التلاجة مده ساعه نص ساعه، بس انا هسيبها شويه حلوين وارجع لكم ايه ونسويها مع بعض على البوتاجاز. لسه مطلعاها من التلاجة حالا، رحت حطيتها اهوت على البوتاجاز حتى لقيتها منزله ميتها اهي. هنا اهي. فانا اما ما ضفتلهاش ميه، قلت بعد ما تشرب الميه بتاعتها لقيتها محتاجه ميه هحط لها. وعلى العين التانية هنا انا ايه ده على لبن، بغلي اللبن عشان هعمل رز معمر. ممكن تعملي جنبها رز بشعريه عادي خالص، بس انا هعمل رز معمر. هسيبها شويه كده لحد ما تشرب ميتها واضيف لها ميه وارجع لكم. الفراخ اهي بسم الله ما شاء الله تاخد تدهن مع نفسها. انا ما زودتلهاش ميه، دي الميه اللي هي نزلتها من الفراخ، طبعا بتنزل ميتها. دلوقتي بقى ايه هعمل الرز المعمر. دول 3 كوبايات رز، طبعا ممكن تزودي او تقللي حسب افراد الاسره. تمام. هحط بقى قطعه زبده، زبده كده حلوه، ممكن سمنه، طبعا شويه زيت عشان الزيت بيفلفله بيخلي الرز مفلفل. طبعا دول 3 كوبايات رز، هحط ايه 3 معالق صغيره ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن اللي انا لسه غلياه، انا قايده الفرن من فوق ومن تحت عشان بسخنه، عشان الرز المعمر بيدخل على درجه حراره عاليه. هقلب بقى ايه الملح مع اللبن كويس جدا. ادوبه كويس. بس اروح نازله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اروح معايره تاني كوبايه. اقلب لو في اي ملح ولا حاجه باقي. الكوبايه الثالثه ده لبن جاموسي غاليه كويس جدا، مش اللبن اللي هو جهينه ولا اللبن المعلب، لا ده لبن جاي من الفلاحين كويس اوي اللبن دوت. بس كده بس تقليبه حلوه كده. وبزود بقى ايه تلت كوبايه ميه، تلت كوبايه ميه، عشان الرز مش بياخد سوا كامل في اللبن ما بيسويش الرز كويس. فاحنا بنزود ايه نص كوبايه الميه او ايه دي قشطه، او كوبايه الا ربع ميه، او تلت كوبايه زي ما انا عملت. دي قشطه من اللبن، طبعا مش اللبن اللي انا غاليه النهارده، كنت غاليه لبن من يومين، ففي على وش اللبن قشطه، فانا ايه بشيلها. احتجت اعمل رز بلبن فبحطها زي ما انتم شايفين كده. انا بقى مولعه الفرن من فوق ومن تحت. هدخل البرام، واول ما ياخد وش من فوق هروح طافيه من فوق واسيبه قايد من تحت على درجه حراره وسط، مش عاليه قوي عشان ما يتلسعش الرز من تحت. الفراخ اهي استوت، بس الشوكه اهي الفراخ من جوه. هقلبها بقى ايه على الوش التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. استوت خالص اهي.
واحده واحده كده. انا ما ضفتلهاش ميه والله يا جماعه. ببص هي لقيتها ايه، نزلت الفراخ نزلت ميتها بس كده بالطريقه دي. والبطاطس كمان استوت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجه سهله كده وسريعه لو جالك ضيف او انت مستعجله عايزه تعملي غدا سريع، موظفه جايه من الشغل عايزه تعملي حاجه بسرعه، فتروحي مقشره بطاطس وفوقيها الفراخ متبلاها وتحطيها على البوتاجاز وبس، وهتلاقي الفراخ استوت والبطاطس كمان استوت بالشكل ده. انا هسيبها كده شويه، احضر لها الصلصه اللي انا احطها على الوش عشان ادهن وشها. وبعد ما ادهن وشها طبعا هدخلها الفرن تاخد ايه وش ايه تحمير كده جميل. تبقى عباره عن معلقه صلصه صغيره بالشكل ده. احط لها بس ايه شويه بسم الله الرحمن الرحيم، لها شويه شوربه من اللي الفرخه منزلاها اهي. اقلبها كده كويس جدا. احط لها بقى ملح وفلفل اسمر وزعتر وشطه كمان شطه، حاجه بسيطه خالص. واقلبها كويس. معلقه صغيره كده زيت. بس كده سهله خالص الصلصه اللي بتدهن ايه على الوش. نروح بقى ندهنها. وانا فرن مقيداه حاطه فيه الرز المعمر. اول ما يبدا يخلص الرز المعمر انا خلاص طفيت على وشه، لسه فاضله شويه بس ايه عشان يستوي. اروح مدخله الفراخ ديت تاخد وش بس، مش هيدلها من تحت، هطفي من الفرن بقى من تحت وايد من فوق عشان ايه الفراخ دي تاخد وش تتحمر. الشكل الجميل ده كده. بس كده كده انا دهنت الفراخ كويس جدا. هستنى بقى ايه، انا خلاص هطفي عليها البوتاجاز، هي خلاص ما شاء الله استوت. انا هطفي عليها بقى البوتاجاز. استنى ايه لحد ما كده خلاص طفيت عليها. استنى بقى اول ما الرز معمر يخلص اروح مطلعاه ومدخلاه تاخد صينيه الفراخ دي تاخد وش. صينيه البطاطس بالفراخ دخلتها الفرن اهي خدت وش حلو قوي، لسه مطلعاها حالا. انا بحبها تاخد الوش الغامق شويه ده. طبعا ممكن تخففي في التحمير او ممكن كمان ما تحمرهاش خالص براحتك. والرز المعمر كمان اهوت خلص، هوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورز المعمر كمان اهو بسم الله ما شاء الله مستوي خالص اهو. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. عملنا النهارده غدا سهل وسريع، ممكن اي حد يعمله في البيت مستعجل، وما خدناش دهون كتيره خالص في صينيه البطاطس بالفراخ. هي معلقه زيت بس كانت في التتبيله، وعملنا جنبيها برام رز معمر. ممكن تعملي رز بالشعريه، ممكن تغمسيها بالعيش بتبقى جميله قوي. وكده يكون الغدا بتاعنا خلص. كانت معكم ايمان هلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.